طيبة لمشاهدينا الكرام وتحية لزملائي في استوديو برنامج شباب عراقي. اليوم راح يكون سؤالنا لكبار السن، تجربتهم واكتسابهم العديد من الخبرات والقيم والاستفادة من آرائهم ومعرفتهم بحل الكثير من المعضلات الاجتماعية ومن بينها ظاهرة الطلاق. خليكم ويانا. الزوج والزوجة يفشلون في مواجهة الحياة لظروف اقتصادية، لضغوطات عائلية من الطرفين، أو لضغوطات معينة تأتي يعني خارج إرادتهم، وبالنتيجة أنه لا الزوج ولا الزوجة يعني مهيئين للطلاق، لكنهم يجدون أنه بالطلاق يكون حل مشكلتهم. ولذلك أنا أعتقد بأنه الطلاق يعني هو ظاهرة مستمرة قديمة، لكنها تتفاقم. ظاهرة الطلاق هي أكيد ظاهرة سلبية، وخاصة الآن يعني في هذه السنوات الأخيرة أصبحت ظاهرة الطلاق بصورة كبيرة، وخاصة بالمحاكم. يعني بالمناسبة أنا اختصاصي علم نفس، فدائما أحب أزور هاي الأماكن. في أكثر من محكمة أدخل أجد نسبة 90% نسبة طلاق، وخاصة الشباب اللي بعمر بعد التسعينات. فهذه ظاهرة طبعا سلبية جدا ويحتاج أسباب. نعم، لها أسباب كثيرة. ربما أنه الزواج المبكر، الزواج اللي ما يكون على قناعة، الزواج اللي يكون بدون حسبان يعني. الحلول المناسبة لحالات الطلاق، هناك عدة حالات. ممكن الالتجاء إلى القانون، إلى القضاء. يوجد بدوائر القضاء يعني المحكمة باحثات اجتماعيات وباحثين اجتماعيات لحل المشاكل الزوجية. إذا للنهاية توصلوا ماكو أي حلول، إنه أكو لازم هاي الزوجين بيناتهم تفريق، يلتجؤون إلى القضاء بعدها، يعني إلى كمحكمة وقضاء، واحتمال إنه يكون بيناتهم أكو تفاهم بين الزوج والزوجة، إنه هم وصلوا إلى نقطة ما ممكن إنه يستمرون بها. للأسف الشديد انتشرت هاي الحالات كثيرة بوقتنا هذا، لأنه زواج مبكر، زواج القاصرات، زواج من قبل الأهالي للبنات وإجبارهم على الزواج. هاي أحد الأسباب الرئيسية للطلاق وكثرتها. طبعا الطلاق ظاهرة اجتماعية واقتصادية ونفسية، وبالتالي لا يمكن حلها بقضية واحدة. المطلوب هو أولا أن الزوج يهيئ ظروف الزواج التي تبقي هذا الزواج مستمرا. أغلب الزيجات تحصل بطريقة فجائية لأسباب آنية، وبالتالي عندما يواجه الحياة تنتهي. الحقيقة أتوقع أنه لتقليل نسبة الطلاق علينا أولا أن نحسن تهيئة الظروف. ثانيا على المجتمع أن يكون مساندا للزيجات الشابة، لأن في هؤلاء الناس في مقتبل العمر، بالتالي لا يثقل عليهم كأهل في صراعات أو في مطالب أخرى. بالتالي في هذه الحالة ممكن أن نوقف أو نقلل نسبة الطلاقات في الولاية. أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. ينبغي على المرأة عندما تفتش عن وسائل ربما تصل إلى حلول ودية. هناك كثير من الأسر من العائلة، ربما الأب والعم والأم، ولربما تبعد أكثر من هذا على مستوى العشيرة والعمق الاجتماعي والعشائري. أعتقد أن الحلول كثيرة، ولكن لا نذهب إلى حلول الهدم. أنا أتفائل أتأمل أن تذهب المرأة إلى بناء العائلة، لا تفكر بجانب الطلاق وإن كان هذا موضوعكم، ولكن أفكر بجانب بناء الأسرة، لأنه بناء الأسرة، صلاح الأسرة هو صلاح المجتمع. بعد ما استمعنا إلى آراء مشاهدينا، فيبقى موضوع الطلاق حالة غير محببة لما لها من المردودات السلبية على العائلة في المجتمع. وهذه عودة إلى الزملاء لتكملة بقية الفقرات.